والدرويش في خطر، والدرويش في خطر، هذا عار هذا عار، والدرويش في خطر، والدرويش في خطر، نخدع يا عمل، 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 نبقى الامل، 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 نخدع علاش حنا فقراء، 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 عندهما الشفارة، عندهما الشفارة، عندهما الشفارة، عندهما الشفارة، علاش حنا فقراء، علاش حنا فقراء، علاش حنا فقراء. المهم كان واحد الحوار ما بيننا وبين نائبة محترمة كاين حسن الحواري. المهم حاولت انني نستخرج معاه في الهضره، وما بين الكلمات اللي قالها هو قال لي فاش جات الدوله هو بغيتيني نحافظ على عائله ديال التجار اللي كيخلصوا الضرائب مقابل تلك ذاته. اذا كان النائب المحترم اللي كان فوق عليه اذا كان كنا في هذه الجهه غير تلك ذاته، حنا كانوا كانوا عطاونا حنا ولينا عند النقاشات ما عرفنا هذا التعبير عندهم اللي جابوه السيد النائب المحترم في وسط الكلمات بديهة المستوى ما عرفني جابها. المهم هذا يحسب له. إن هذا اليوم العظيم حيث نرى في اتحاد فئة من مجتمعنا الذي يعاني من توالي واستمرار اختيار نفس الأشخاص لدوالب ومصالح بلدية تزنيد لسنوات طويلة دون ملاحظة أي تقدم اقتصادي بهذه المدينة المصغرة التي لا يريد أصحاب الشكارة لها أن تكبر وتواكب باقي مدن المملكة في طريقها إلى النمو الاجتماعي الهام الذي يحدث في الذي يحد من معاناة السكان سواء من حيث الخدمات الاجتماعية والصحية أو من حيث فرص الشغل والتشغيل في جميع مدن المملكة. إننا نؤكد أن البائع المتجول في هذه المدينة ليس إلا نتاج للسياسة التي يمارسها المجلس البلدي، سياسة القمع والإقصاء والتهميش. ونؤكد كذلك بأن أصحاب الشكارة هم الذين يسيطرون في هذه المدينة المصغرة التي هذه ليست بمدينة، إنها شبه قرية فيلاج كما كنقولوا احنا في الدارجة ديالنا. هذا راه غير فيلاج وتسمية البلدية ديال تزميت البلدية منذ سنين ما كتفات حتى حاجة. عندنا حق كمواطنين نحاسبوا المجلس البلدي على ما شنو داكشي اللي دار لنا، شنو كيقدم لنا هذا المجلس البلدي. ما كيدير حتى حاجة، أي حاجة تفويت الأراضي كديرهم رمزي ثم تباع بالمليارات ثم تبنى مارشيا، المارشي ديالو بهير، المارشي ديال الحمام، المارشي ديال الفن، المارشي ديال الفنان. هذا هو اللي كيديرو المجلس البلدي في تزنيد. ما كيدير لا مؤسسات لا مستوصفات لا مدارس لا حتى حاجة. المهم ولكن بشوفنا نائب البرلمان المحترم سيكاجاتو هذا كنقول بأنه يكرر السياسة اللي كيتبعها المجلس البلدي في المحافظة على المصالح ديال التجار من دون مصالح ديال شي وحدين اخرين. من بين الوعود اللي قال لي عاوتاني البارح قال لي كتلقى راه كاين 350 محل في السوق، قلت له انا شنو غادي ندير حتى يوجدوا 350 محل؟ قال لي كتسيدي انا ماشي شغلي، انا واش بغيتي انا نحارب التجار؟ ما يمكنش انا نحارب التجار. اذا هذا راه ديال التجار، هذا راه جمعيه مفضله ديال التجار، هذا راه ماشي المجلس البلدي يمثل المدينه باكملها. نطالب المجلس البلدي مطالب المجلس البلدي بتوفير مكان صالح لممارسة أنشطتنا التجارية بكل حرية، ونطالبه كذلك بإرجاع الشرعي فورا والالتزامات ولا غرامات ولا مساومات. هذا كاع الإسلام. نطالبه بالكف عن الوعود الكاذبة والمهادنات الخادعة والمضايقات البذيئة، ونطالبه بإبعاد البائع المتجول عن كل المزايدات السياسية لضمان الكراسي المترفة والحياة الراغدة على حسب الفقير وتهميش البؤساء. ونطالبه كذلك يعطينا حقنا، يعطينا الحالات ديالنا الحل، وريثما يوجد لنا هذا الحل تنطلقوا يعاود يوصلنا. إذا ما عندهمش وجه باش يقابلونا باش يقولوا لنا سيروا البلاصة الفلانية، سيروا المحلات ديالكم، يعطونا المحلات هاتوا رمزي حنا قابلينا. ريثما يوجد لنا الحل تنقدروا ببساطة يوصلوا مازال. وكنتمنى الناس الحريفيه اللي معنا هنا اليوم يكونوا يد وحده وكلمه وحده.
بلدي اللي عمرو ما عطى شي حاجه لما كياكل وكياخذ هو ما عمرو ما عطى شي حاجه للساكنه ديال هذا الاقليم هذا كنتحسوه الا عنده شي مسؤوليه ايوا ما كيصلنا السلطات والخدميه وكيصلنا المفتي ديالنا كيصلنا رئيس البرلمان يجي عندنا يقول لنا حيدوا من هنا خطر هذا عار الفراشة في خطر هذا عار الفقير في خطر هذا عار والدرويش في خطر هذا عار والدرويش في خطر. يطمح له اراضي وواحد على البقع هو المجلس البلدي هو اللي خصو يعطينا واحد البقعه ارضيه نمارسوا فيها النشاط ديالنا. قال لي يا سيدي كاين حل اخر، قال لك سيروا للتتربه نهار في تندغوس ونهار في الناخل وسيروا نهار واحد اخر حدا الحبس نيت وتهنا. واش هذا الشيء هذا؟ واش دابا واش دابا المجلس البلدي كاع ما وصل التجهيزات الاساسيه لتندغوس ودخلها في المجال الحضري وكيقول الفراشة سيروا ليها، واش كاين شي امر في الطريق؟ واش انا عندي كروسه ولا عندي طوموبيل باش نسير حتى لتندغوس؟ حنا بغينا فوري، حنا بغينا شي حاجه نعيشوا منها، كنتحملوا كاملين المسؤوليات، كنحملوا كاملين المسؤوليات ديالنا في الاوضاع ديالنا اللي رجعت الله. انا